رجله ينفخوا عينك قد ما يقدر، من هون بوكل الرصاصة، بقول له معلم يلا سلم على الشهداء واقعد معاه، بديش اسمع صوتك بالمرة. المهم يا ابو الغوالي، حتى هذا الاسمر بقول له انا مش متفائل بالمرة يا اخوان، انا مريض، انا معي ضغط وسكري، انا قصتي قصة. بقول له انا ماليش دخل، بدك ترتب امورك. وعشان نفهم الطابق اكثر يا اخوان، اللي لابسين ازرق هذول افراج، واللي لابسين احمر اصلا اعدام او مؤبد، انت فاهم كيف؟ هسه برتبوا مع بعض قاعدين انهم بدهم يسلموا تعون الافراج بالتنسيق مع الحكومة. عشان ايش؟ عشان ياخذوا بدالهم ناس من المساجين. يعني هم القصة مش سهلة، هم اصلا مرتبين لهذا الموضوع. حتى الشرطي هذا بقول له هذا كاتشب اللي على وجهي، بقول له لا مش كاتشب. نسيب القصص تاعت الطيارة ونروح للسجن محل ما كانوا مسجونين. الشرطة بلشت تدور في المكان عشان تشوف، بيطلعوا الشباب الطيبة مرتبة للموضوع من أشهر من زمان. نسيب الحياة ونرجع للطيارة اللي نزلت في مكان غريب عجيب، صحراء على مود شوي يعني هيك غيمت، يعني مكان غريب. بنزلوا عليها المساجين وبكون أصلا